مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان بقالي كتير ما طلعتش معاكم، بس كان عندي شويه ظروف كده. بس ان شاء الله جاي لكم الصيف بحاجات قويه وحلوه جدا جدا. هنبتدي مع بعض عشان احنا داخلين على اعياد واجازات وحاجات حلوه كتير. جايب لكم اماكن حلوه قوي تقدروا تروحوا تقضي فيها دي يوز، اماكن فيها كل اللي تتمناه من اكل وشرب، اكوا بارك وحمامات سباحه وكيدز اريا وخروجات. فين الاماكن دي وايه تفاصيلها باسعارها بعناوينها بكل حاجه؟ مش هتحتاج تكتب لي اي سؤال في كومنتس، او مش هتحتاج تبحث عن المكان. كل اللي انت عايزه عن الاماكن دي هتلاقيه هنا. وكمان بالمناسبه الاماكن دي مش بعمل لها اعلانات مموله، الاماكن دي انا مش واخد منها اي حاجه. انا بالفعل شفت الاماكن دي ورحت بعضها، او في ناس قلت لها تروحها ورجعت مبسوطه منها جدا. لو انت عايز تروح الاماكن ديت وعايز تعرف ايه هي والتفاصيل دي كلها، تابعني لنهايه الفيديو. وما تنساش لو انت اول مره تشوفني تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول مكان معانا بقى، فانا ببتدي لكم بالارخص وبالاقرب. فهو مكان حلو قوي. المكان ده فيه حمام سباحه كبير زي ما احنا شايفين معانا كده، وفي حمام سباحه كمان صغير. حمامات سباحه جميله ونظيفه جدا، بيهتموا بنظافتها على طول. الاماكن ديت كمان فيها حمامات سباحه بتفضل بيسخنوها ويدفوها لغايه شهر 5. فانت من هنا لشهر 5 هتروح مش هتحس بساعه ومش هتحس باي حاجه، عشان هم بيدفوها او حسب طبعا اجواء المكان. هم بيضطروا يسخنوا او ما يسخنوش. المكان دوت فيه مساحات خضراء كتير، في ملاعب كره خماسي لو انتوا مجموعه وتعرفوا تلعبوا في ملاعب كره ان انتوا تلعبوا فيها. في كمان هناك مطاعم، في كافيهات. الاسعار كلها مناسبه جدا جدا. المكان ده فين؟ المكان ده في 6 اكتوبر جنب مول العرب جوه نادي مصر للتامين. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه بارادايس بول. سعر الفرد فيه ب 100 جنيه وسعر الطفل فيه ب 50 جنيه. ده على مدار السنه بالنسبه للاعياد. فهو في الاعياد ممكن يبقى مثلا ب 125، الطفل يبقى ب 70 او ب 80. الفرق ما يبقاش كبير جدا، بس هو مكان حلو ونضيف وقريب وفيه كل ما تتمناه. تاني مكان معانا بقى فهو لالا لاند. لالا لاند دوت مكان حلو جدا برضو، فيه حمامات سباحه بيبص كده على بحيره قارون. المكان دوت في الفيوم، مش بعيد قوي يعني سكه ساعتين من هنا. ان انت بتروح هناك بتقضي فيه غرف فندقيه لو انت عايز تقيم ليله او ليلتين. بيعملوا غرف حلوه قوي على الاقامات. غير كده بيعملوا حفلات حلوه، في مساحات خضراء للتصوير واللعب، في طبعا حمامات سباحه جميله جدا. في كمان اكوا بارك لو انتوا من هواة اكوا بارك واللعب والتنطيط، فانتوا هتلاقوا جواه برضه اكوا بارك. في كيدز اريا للاطفال، لو انتوا معاكم اطفال هيستمتعوا جدا بالكيدز اريا اللي هناك. بيعملوا حفلات بالليل برضه، شاوي مارشميلو الحاجات الحلوه دي، تشرب شاي. كمان جنبك في المكان دوت في وادي الريان، تقدر بقى تستمتع بكل معالم وادي الفيوم. فالحاجات هناك حلوه قوي وخروجات حلوه هتتبسطوا فيها جدا. فتقدروا تقضوا هناك يوم جميل قوي. ممكن تاخدوا فلوكه، ممكن تستلعبوا اللي هي الساند بورد دي، اللعب على الرمال. المكان ده بقى فين؟ في الفيوم قدام بيوم هوتيل جوه قريه تونس. اما بقى بالنسبه للاسعار فهو دي يوز زائد البريكفاست بيبقى الفرد ب 350 جنيه. وبالنسبه للاطفال برضه دي يوز او بريكفاست بيبقى شامل 140 جنيه. ده شامل دخول المكان، حمام السباحه، الاكوا بارك، الفيوهات الحلوه، الشاوي، الشاي، الحاجات الجميله دي كلها. كل دوت بالاسعار دي. فهو مكان حلو جدا لديوز. تالت مكان معانا بقى فهو معظمنا عارفينه، رمادج هوتيل دوت في التجمع الخامس محور مشير طنطاوي. المكان ده شامل لكل الاسره، فيه كل حاجه. يعني في كيدز اريا للاطفال ان هم يلعبوا، في حمام السباحه ده الاسره كلها تنزل وتنزل وتنطط في البسين وتتبسط براحتها. في كمان العاب اللي هي بتاعت الكبار زي الحرب، اللي هي بتاعت الحروب، اللي هم بيتقسم فريقين وكل واحد ياخد اسلحه ويخشوا مكان ويقعدوا يضربوا في بعضيهم. في سباق عربيات ان انتوا عربيات كده تاجروها وتعملوا سباق مع بعضيكم. في العاب اللي هي التنطيط والتخبيط، اللي هي كلها بلالين والحاجات اللي هتعلي الادرينالين بتاعنا. في كمان العاب الفيديو جيم، في بلاي ستيشن طبعا بغرف وحجز برضه بلاي ستيشن. في هناك سينمات. ففي كل حاجه، كل اذواق العائله الكريمه. اي حد نفسه في اي حاجه فهو هيلاقيها في المكان دوت. طبعا بجانب ان انت تقدر تروح تستمتع وتنزل حمام السباحه وتتبسط وتقضي يوم جميل جدا. كمان المكان دوت فيه غرف فندقيه، في شاليهات، في دور ارضي، في دور علوي، في سويتات، في كل اللي انت عايزه. فانتوا لو عيله وعايزين سويت هتاخدوا، عايزينه غرفه صغيره، عايزين شاليه على البسين على طول، مش عايزين انت اي حاجه، وتقضوا دي يوز وتتبسطوا في اليوم دوت وتستخدموا كل اللي انتوا عايزينه وتروحوا. فكل حاجه متاحه في المكان دوت. وهو مكان قريب جدا. سعر الفرد فيه ب 435 جنيه، وسعر الطفل هناك 180 جنيه شامل الدخول وشامل حمام السباحه.
لكن طبعا كل حاجه تانية من الحاجات اللي احنا قلناها بتبقى بتكلفه اضافيه بس مش تكلفه اوفر. وطبعا في هناك مطاعم وكافيهات لو انت مش عايز تشغل نفسك بالاكل، وفي ماركتات لو انت عايز تشتري اي سناكس، شوكولاتات، شيبسي، اي حاجه نفسك فيها هتلاقيها في المكان دوت. فانت لو عايز تخرج وتقضي دي يوز في حته جميله جدا وما تكونش بعيده وتكون قريبه، فالمكان ده يبقى اختيار مناسب قوي. رابع بقى مكان معانا فهو استرن الجلاله اكوا بارك. طبعا كلنا عارفينه، اكتر من 65 لعبه اكوا بارك هتقعد تلعب وتتنطط لما تجيب اخرك. 10 حمامات سباحه، برضه تنقي الحمام اللي يعجبك وتكون رايق وجميل تنزل في حمام السباحه دوت. مكان نضيف جدا، معامله بروفيشنال جدا. طبعا ارسن الجلاله مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير ولا اوصف عنه كتير، انتوا زي ما انتم شايفين في الصور، وهسيب لكم برضه مقاطع تتفرجوا وتشوفوا. مكان جميل جدا، سعر الفرد فيه ب 850 جنيه وسعر الطفل ب 800 جنيه. هو غالي شويه بس اللي هو المكان دوت في العين السخنه، فيديوهاته جميله، صوره جميله، هتعرفوا تاخدوا صور وفيديوهات وتقضوا تجربه خياليه ممتعه جميله جدا. خامس بقى مكان معانا في مكان اسمه فيراندا. المكان دوت حلو جدا برضو زي ما احنا شايفين، عباره عن حمام سباحه، جناين، وقعدات حلوه، كافيه اند ريستورانت. تقدر ان انت تطلب اي مشاريب انت نفسك فيها، سخن بارد، وجبات. سعر الدخول هناك دي يوز بيبقى شامل دخول دي يوز زائد الوجبه اللي انت نفسك فيها. الوجبات عندهم هناك عباره عن ان انت ممكن تختار بين 2 ساندوتش او باستا زائد بانيه، او ان انت تختار ميكس جريل. وجبات كتير باسعار مختلفه، ممكن تخشوا على صفحتهم الرسميه هتشوفوا الاسعار عندهم وهتشوفوا الوجبات عندهم اللي موجوده ايه، وتختار طبعا الوجبه المناسبه ليك. بلس طبعا ده بيبقى سعر الدخول ان انت تخش وتستمتع في البول وحمامات السباحه والحاجات الحلوه دي. دول 5 اماكن حلوين جدا زي ما احنا شايفين كده. لو عايزين حاجات من دي كتير، دي يوز كتير، اماكن تروحوها في الاعياد وفي الاجازات الرسميه والحاجات ديت، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. عندي اماكن حلوه كتير، بس انتوا قولوا لي هل المحتوى دوت حلو ليكم وعايزين اماكن دي يوز كتير ولا لا. وشكرا لمتابعتكم، سلام.